السلام عليكم حبايبي الجمال، كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا بنكمل سلسلة حلقات مخبوزات العيد. عملنا الكحك بطريقة جامدة جدا، وعملنا البسكوت بطريقة احترافية، والنهاردة عملنا الغريبة. بصوا يا جماعة الموضوع عامل ازاي، ولا اللون ولا الشكل ولا الطعم ولا الخفية بتاع الغريبة. بصوا الموضوع عامل ازاي، بصوا 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 بتدوب ازاي، والله العظيم حاجة تدرس. بس اهم حاجة نمشي ورا الفيديو للاخر الوصفة ونكملها كلها، عشان في تريكات في التسوية وازاي سويناها على نار هادية. ونبدأ الوصفة على بركة الله. عليكم ورجعنا لكم تاني بسلسلة حلقات مخبوزات العيد. عملنا كحك العيد وعملنا بسكوت العيد وجانا فرحة العيد، وهنعمل النهاردة الغريبة بتاعة العيد. وكل سنة وحضراتكم طيبين، والعيد عيدين، عيد المسلمين وعيد الإخوة المسيحيين، وكلنا شعب واحد ووطن واحد. والمقادير اللي معانا النهاردة على بركة الله: معايا نص كيلو دقيق، 150 جرام سكر بودرة، 250 جرام سمنة، بيضة هناخد منها الابيض فانيليا. الموضوع بسيط جدا يا ست الكل. اول حاجة هنا بتختلف الامور، هننزل باول حاجة السمنة بتاعتنا. بعد السمنة بتاعتنا بننزل بالسكر اهو، بعد السكر ظرف الفانيليا الجميل اهو. بعد كده هنضرب ده كله مع بعضيه، وهننزل بالدقيق بعد كده اهو. وادي البيض بتاعنا اهو. ليه البيض بقى يا شيف؟ البيض ده عشان لما نيجي نمسك الغريبايه بصبعنا ما تبطمش وما تعملش قشره من فوق. واحد ابيض البيض ده بيعمل لها غلاف جميل، ولما نرصها فوق بعضها ما تتكسرش. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك ونعمل لايك لكل فيديو عشان يوصل اكبر عدد. وكل سنه وحضراتكم طيبين. بصوا يا جماعه، وكده جه دور بطل حلقتنا النهارده الدقيق اهو. اول ما تبقى كريمن كده تحس ان هي كريمه زبده، ننزل بالدقيق بتاعنا اهو. هنشغل بقى بالراحه كده وهتخدم معانا شويه، وبعد كده هنشيلها نحطها في التلاجة بتاعتنا لمدة ساعتين، وبعد كده هنبتدي نخدمها ونبصمها ونوريها لحضراتكم، والنتائج ان شاء الله مرضيه باذن الله. ده يا جماعه للامانه انا اديتها 50 جرام سمنه تاني، يبقى هنعدل الريسيبي من 250 ل 300 جرام سمنه اهو. وادي عجينه الغريبه بتاعتنا. بسم الله حبيبي يا رسول الله. بصوا يا جماعه القمر، بصوا الجمال اهي. هنسيبها بقى في التلاجة بتاعتنا او في المبرد لمده ساعتين 3 4، ما تقلقيش. نعملها النهارده ونيجي تاني يوم نشتغلها، بس هنديها ضربه في الميكسر ده عشان وهي ساعه عشان تقدر نشغلها. ودي كده انتهينا بالعجين بتاعها، وهنسيبها في المبرد بتاعنا لمده ساعتين لحد ما تشد. بعد ما خليناها ساعتين في التلاجة بنكسرها بالطريقة دي كده، وبناخد منها شوية، يا اما نعجنها في الميكسر تاني، يا اما لازما تخش التلاجة وتطلع، يا اما ندمجها بايدينا زي ما حضراتكم هتشوفوا كده. الموضوع سهل جدا اهو. دي اصبحت دي بص عاملة ازاي، وساقعة وزي الفل عشان تقدر تمشي معانا. طبعا احنا هنيجي بقى نشكلها الحجم اللي احنا عايزينه، والغريبة بالذات كل ما صغرت كل ما بقيت قمر اهو. يعني الحجم ده كويس جدا. عندي هنا بقى بصي، هات الكاميرا هنا يا بنت الكل. ده لوز، اللوز ده منقوع في ميه لمده يومين ومتقشر، عشان لما نحطه على الغريبه هيستوي ما يسودش، يديني اللون الذهبي الجميل وما يسودش مني عشان اشتغل. ده فستق طبعا حلبي بشرناه وخليناه ناعم كده. ده كريز عشان نفرح اولادنا، ودي شوكولاته فرماسيل لمذهب برضو عشان تبقى سفرتك مشكله. هنبدا احنا ان شاء الله على بركه الله بالفستق عشان انا بحب الفستق اهو. هنحطها في الفستق كده ونطلعها اهو. بصي الموضوع عامل ازاي، موضوع سهل جدا. وناخد واحده كمان اهو، نكبرها سنه اهو ونحطها في الفستق القمر ده اهو جنب اختها. موضوع سهل. بصوا الموضوع عامل ازاي سهل جدا وعلى قد الايد، وهتعمليها من اول مره مش هتبوظ منك. بس اهم حاجه تمشي مع خطوات الفيديو، واهم حاجه من الخطوات تصفي نيتك كده وتشيري الفيديو وتدوسي لايك عشان خاطر يوصل اكبر عدد، عشان كل حبايبنا يستفيدوا وكل الناس متابعين يستفيدوا ان شاء الله شويه فرماسيل مذهب كده جمال. بصوا الموضوع عامل ازاي. بقول لك سفرتك السنه دي وكحك عيدك وبسكوتك وغريبتك والله ما واحده هتعمله. بس امشي مع خطواتي كده ونفذي اللي انا بقوله.
بصوا يا جماعه والله العظيم لو لقيتوا وصفه فيها الشغل ده وشغل المذهب اللي انا بعمله ده بحق اهو. بصوا اهو نشتغل شويه بالكريز الاحمر عشان نفرح اولادنا اهو. اهو هناخد برضو العجينه كده اهي اهي تمام. وهنجيب طبعا الربع كرازيه الكريزه نعملها على 4 ونروح حاطينها كده اهو. ليه بقى؟ يدينا شكل برضو على السفره بتاعتنا ومع ضيوفنا ويفرح اولادنا. الكريزه دي يا جماعه اللون الاحمر ده لون جميل قوي في الغريبه والناس كده بيحبوها، وخاصه الاطفال اللي ما بياكلوش الحلويات وعايزينهم ياكلوا ونفرحهم. فطبعا بنحط لهم كده الكريزه زي هنا بقى من الغريبه بالكريز. هنعمل بقى باللوز او برضو نفسها اهي. بنعمل الغريبه ونلفها ونروح حاطين فيها حته اللوزه بقى. واللوز ده منقوع يا جماعه في ميه اقل حاجه 12 ساعه عشان خاطر يديني اللون الشمع ده، ولما يخش الفرن ما يتحرقش اهو. بصوا يا جماعه كل حاجه قدام حضراتكم. بسم الله حبيبي يا رسول الله. من التشكيل عملنا بالفستق، عملنا بالفرماسيل المذهب، عملنا بالكريز، عملنا باللوز. هتخش درجه الحراره. ده السر الثاني في الغريبه يا جماعه. عندنا غريبه مش عايزه نار عاليه، نار العاليه هتخليها تفلق وتخليها تحمر. انا عايز الغريبه زي ما تدخل الفرن زي ما تطلع باللون ده. والسر الاخير التسويه على 130 او 140 درجه الحراره. هتقعد معانا حوالي من 35 ل 40 دقيقه وننتظر مع بعض السوا. زي ما حضراتكم شايفين خرجت القمر الغريبه القمر من الفرن. بصوا يا جماعه الموضوع عامل ازاي، وما فرشتش وسوى فوق زي تحت اهو. وزي ما خرجت زي ما دخلت الفرن زي ما خرجت. والفستق برضو بسم الله ما شاء الله. الفستق بسم الله ما شاء الله. والفرماسيل المذهب برضو كذلك الامر سوى فوق وتحت. هنسيبها تبرد ونرصها مع بعض وازاي هنقدمها على بركه الله. بصوا يا جماعه الموضوع اتعمل ازاي. والله العظيم الموضوع يدرس قسما بالله. بصوا الغريبه بقى الغريبه اللي باللوز ولا اللي بالفستق بالكريز، الغريبه اللي هي بالفرماسيل الالوان دي يا جماعه لوحه فنيه. ودي كانت نهايه وصفتنا. واللي ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك ونعمل لايك لكل فيديو ونشيره عشان يوصل اكبر عدد. ودمتم في امان الله. وانتظروني ان شاء الله في وصفه بسكوت البرتقال. ودمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله.